السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم الصحة والعافية. اليوم غادي نكتشف واحد من أكبر المشاريع الرياضية في المغرب، الملعب الكبير الحسن الثاني. هذا الملعب ماشي غير ملعب كرة قدم، بل هو واحد من التحف المعمارية التي كتمزج بين التصميم العصري والتقاليد المغربية العريقة. غادي نشوفوا مع بعضنا كيفاش تم تصميم هذا الملعب من طرف مهندسين مغاربة وبريطانيين، وكيفاش كيلبي جميع المتطلبات لاستضافة المباريات الكبرى، من العشب الهجين والتكنولوجيا المتطورة وحتى الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين كما كيقولوا. إذا كنتم مهتمين بالتفاصيل ديال هذا المشروع الضخم، تابعوا معي الفيديو كامل باش تعرفوا كل شيء عن هذا المعلم الرياضي اللي غادي يكون مفخرة للمغرب. نعم، وما تنسوش دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. يلا نبداو. في التقرير التقييمي اللي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على موقعه الرسمي بخصوص العرض المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030، برز ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء كواحد من أبرز المنشآت الرياضية المقترحة. نعم، الاتحاد الدولي لكرة القدم نوه بمشروع تشييد ملعب الحسن الثاني الكبير في مدينة بن سليمان بالدار البيضاء، وذكر أنه كيستجب للمواصفات الدولية وأكثر، بحيث تفوق ملعب الحسن الثاني على منافسيه مثل سانتياغو برنابيو في مدريد وكامب نو في برشلونة حسب التقرير الأخير ديال الفيفا. باش نركزوا أكثر على تقرير الفيفا بخصوص ملعب الحسن الثاني الضخم، رغم أن الملاعب الثلاثة ذات السعة الكبيرة حصلوا على علامة 4.3 في التقرير الأخير ديال الفيفا. الفيفا شاد في خطة المغرب لبناء أكبر ملعب في العالم بمعايير كتفوق على متطلبات استضافة أكبر حدث رياضي عالمي. من جهة أخرى تم تسجيل بعض الملاحظات على ملعب برنابيو وكامب نو بخصوص منافستهما لاستضافة افتتاح ونهائي كأس العالم 2030. حسب ما ورد في التقرير، مشروع بناء ملعب الحسن الثاني الكبير جزء من رؤية طموحة تهدف لإنشاء أكبر ملعب في العالم من حيث السعة. هذا المشروع الضخم ما غيقتصرش على استيعاب أعداد هائلة من الجماهير، بل غيتم التزويد ديالو باحدث البنيات التحتيه والمرافق العصريه اللي غادي تخليه واحد من المنشآت الرياضيه المتقدمه على مستوى العالم. ولهذا تم ترشيح هذا الملعب لاستضافه المباريات الافتتاحيه او النهائيه الى جانب ملعب الكامب نو في اسبانيا. اما بخصوص انطلاق الاشغال، فالتقرير كيذكر انه من المتوقع ان يبدا العمل في 2026 وغيكتمل في 2028. بالفعل الأعمال ديال بناء الملعب الحسن الثاني انطلقت منذ شهور، حيث بدات عملية تهيئة الأرض اللي غتبنى فوق هذه المعلمة الرياضية الكبيرة. الملعب غادي يكون بمثابة حافز لتطوير مدينة رياضية بمساحة 100 هكتار. السعة المخطط لها هي 115 ألف مقعد، اللي كافية باش تلبي أكثر من المتطلبات الضرورية للمباراة الافتتاحية والمباراة النهائية، حيث المطلوب من الفيفا هو 80 ألف مقعد. الملعب غادي يكون ما بين الدار البيضاء والرباط في جماعة المنصورية بإقليم بن سليمان، على بعد 38 كيلومتر شمال المغرب أو شمال الدار البيضاء، في موقع متطور حديثا. ومن المقرر أن يخدم طريق سريع قاري وخط سكك حديدي عالي السرعة في مرحلة التخطيط. هذا سيساهم في تسهيل الوصول لهذا الصرح الرياضي العملاق. وبصفة عامة الملعب غادي يوفر بنية تحتية ومرافق حديثة، كما جاء في التقرير الأخير أنه في الزيارة ديال الفيفا التفقدية في شتنبر 2024 قدمت اللجنة المكلفة بترشيح المغرب عرضا شاملا للمسؤول الفيفا كيبرز الفهم الجيد للمواصفات. رغم أن خطة بناء هذه المعلمة الرياضية لا زالت في مراحل الأولى، إلا أن اللجنة المغربية قدمت خرائط واضحة ودقيقة ولم تخضع إلا لعدد قليل من الاقتراحات للتعديل. كيف ما كيبان في هذا الملعب، المساحات الرئيسية بحال مجمع البث وأماكن وقوف السيارات كتلبي جميع المتطلبات بل وأكثر. وزيادة على هذا الشيء كيبان أنه كاين المساحات كافية اللي ممكن تعاود التشكيل ديالها في المستقبل إذا كان محتاجينها. ومن هنا كيظهر لنا أن الفيفا كتحب الملاعب اللي في المناطق الواسعة في الأطراف ديال المدن، على عكس الملاعب اللي في وسط المدن واللي ما كايناش فيها هذه المساحات الكبيرة. وهذا الشيء كيمثل ميزة إيجابية في معظم الملاعب المغربية. التصميم ديال الملعب كيعرض خطة شاملة ومدروسة بعناية لتطوير المساحات الداخلية والمحيط الخارجي، مع التركيز على تلبية احتياجات الحاضرين، حيث المقاعد وصناديق الضيافة كتستوفي المتطلبات الأساسية لاستضافة المباريات الكبرى بحال المباراة الافتتاحية أو النهائية. وفي التصميم تم مراعاة توفير أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافق صحية، وأيضا هذه المرافق موافقة للمعايير المعايير المطلوبة للفيفا. التصميم ديال الملعب كيواكب جميع المواصفات وكيتموضع على المدرج الرئيسي في الجهة الغربية. السقف المقترح كيضمن تغطية كاملة لمنصات الإعلام وكبار الشخصيات. وأرضية الملعب غادي تكون بعشب هجيني من نظام تهوية، يعني غادي يكون التهوية الفوق لضمان بيئة مثالية للعب، وهذا الشيء كيتماشى مع أعلى معايير الأداء والجودة. وايضا الابعاد ديال الارضيه ديال الملعب والموحد ديالها غادي يتبعوا المواصفات الدوليه المطلوبه من الفيفا باش يكون هذا الملعب جاهز لاستضافه اكبر الفعاليات في المستقبل. بالنسبه للجهازات الفنيه، في التقرير كيقول انه غادي تكون وفق احدث المعايير،
حيث غادي يتم اعتماد نظام إضاءة جديد متوافق مع فيفا باش يوفر إضاءة مثالية خلال المباراة الليلية. وغادي يتم إضافة شاشتين عملاقتين لعرض المعلومات واللقطات المباشرة مع أنظمة متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان تواصل سلس بين الجماهير والإعلام. باش يحسنوا كفاءة التشغيل غادي يزودوا الملعب بشبكات كهربائية مستقلة لضمان استمرارية الطاقة في كل الظروف. وغادي يتم تركيب نظام إدارة متكامل للملعب كيسمح بمراقبة وتنسيق العملية التقنية بشكل فعال. المسؤولين على هذا الملعب كيسعوا باش يحصلوا على واحد الشهادة سميتها LEED وكتسمى شهادة الذهبية للبناء المستدام بالعربية باش يبينوا التزامهم بتطبيق أفضل معايير الاستدامة للبيئة. ومن بعد يتم الانتهاء من البناء غادي يكون الملعب الكبير الحسن الثاني هو المقر الرئيسي لفريق الوداد والرجاء، إضافة لاستضافة المباريات المحلية للمنتخبات المغربية. التصميم ديال هذا الصرح الرياضي تم بالتعاون بين المهندس المغربي طارق ولعلو ومكتب الهندسة المعماري البريطاني الشهير اللي سميتو بوبوس، وكان مستوحي من التقاليد المغربية في التجمعات العائلية والاجتماعية المعروفة بالموسم. يعني الشكل ديال هذا التصميم ديال هذا الملعب كيحاكي هذا الروح من خلال هيكل ضخم مغطى بسقف على شكل خيمة اللي كيضفي لمسة معمارية فريدة كتمزج بالتناغم مع المشهد الطبيعي ديال الغابات، يعني بحال حطيت واحد الخيمة في وسط الغابة. اما في الداخل ديال الملعب فغادي يبانوا لنا واحد 3 طبقات مدمجة شديدة الانحدار على جانب الوعاء الرئيسي مما كيضمن أجواء حماسية. تكلفة التنفيذ ديال هذا المشروع كتوصل 5 مليارات درهم، وهذا الشيء كيخليه واحد من أكبر الاستثمارات الرياضية في المغرب.